خلينا نتفق على حاجة مهمة جدا، البداية مش أصعب حاجة، المحافظة على الاستمرار هو الأصعب. أغلب الناس تبدأ والحماس عالي، بس بعد شوية الطاقة دي بتقل، الحماس بيبرد ويبدأ يدور على أي سبب عشان يوقف. وعشان كده لازم تبقى فاهم إيه اللي جاي بعد البداية، ولازم تبقى جاهز له. أول حاجة بتحصل فقدان الحماس. شاب مثلا عنده 26 سنة كان بيحلم يفتح قناة على اليوتيوب، بدأ فعلا ونزل 3 فيديوهات وكان متحمس جدا، بس بعد أول أسبوع المشاهدات قليلة ومفيش تفاعل. بدأ يسأل نفسه، هو أنا بعمل كده ليه؟ فقرر يوقف. ليه؟ لأنه ربط النجاح بالنتيجة السريعة ونسي إن الخطوة اليومية الصغيرة أهم من النتيجة اللحظية. طب الحل ممكن يكون إيه؟ افتكر هدفك الحقيقي، افصل بين اللي بتعمله والنتيجة. خلي المكسب إنك تكمل وما تبطلش. الملل. بنت عندها 23 سنة بتحاول تتعلم جرافيك ديزاين، كل يوم بتتفرج على فيديو أو اتنين. بعد أسبوعين بدأت تحس إن مفيش جديد، بدأت تمل وقررت ترجع للسوشيال ميديا، لايفات فاضية وتقعد تتفرج على الفيسبوك. الحل غير الطريقة مش الهدف. يعني لو بتتعلم من فيديوهات جرب كتاب، لو بتكتب جرب تتكلم مع حد، لو بتتمرن في البيت جرب تتمشى مع أصحابك. الملل سببه التكرار بنفس الشكل، مش التكرار نفسه. الوحدة وعدم التشجيع. في ناس حواليك مش هتفهمك، هيقولوا عليك مبالغ أو حتى بتتعب نفسك زيادة، وخصوصا لو مش شايفين نتيجة فورية. الحل دور على دوائر دعم، حتى لو اونلاين، ناس بتشاركك نفس السكة ونفس الطريق. تابع صفحات، كوميونيتيز او حتى جروبات بتحفزك. ولو مفيش، انت نفسك تكون الداعم لنفسك. اكتب كل انجاز بسيط بتحققه، وافتكره وقت الزهق. الاحساس انك واقف مكانك. ساعات بتحس انك بقالك شهور كده بتتحرك بس مفيش نتيجة واضحة، زي اللي بيخس وزن او بيحاول يوفر فلوس او بيغير عاداته. الحل اعمل تقييم اسبوعي، حتى لو بسيط جدا، كل يوم جمعة مثلا. اسأل نفسك ايه اللي انا عملته كويس طول الاسبوع، ايه اللي محتاج اعدله، ايه خطوة بسيطة اعملها الاسبوع الجاي. لما تبص على التقدم الاسبوعي هتشوف انك بتتحرك فعلا. التشتت والمقارنة. تفتح انستجرام تلاقي واحد بدأ مشروع، تفتح تيك توك تلاقي بنت عملت ريبراند لحياتها، تبص لنفسك تحس انك ولا حاجة. الحل ممكن يكون ان انت تفصل بينك وبين الناس. انت ما تعرفش هم وصلوا ازاي، ولا حتى بقالهم قد ايه بيحاولوا. قارن نفسك بنسختك من اسبوع، مش حد غريب. في الاخر كل اللي قلنا ده مش عشان يخوفك، بالعكس، عشان تبقى عارف ان الطريق له مطبات، وان كل تحدي له باب خروج. بس اهم حاجة ما ترجعش، ان اليوم ما يبقاش بيساوي صفر.